ماشي، يلا بينا نرسم البنوتة دي. وانا هحاول اوصل لكم كل الحاجات اللي بتدور في دماغي وانا برسم. اول حاجة ببص عليها الشكل او الشيب العام بتاع وشها. هي وشها مربع، ودقنها من تحت عامل زي مثلث شوية. انا بحب اعرض الوش اكتر، فهبعد الخطين بتوع الوش دول عن بعض، وهبدأ برسم المعين اللي في المناخير من تحت. ومن شكل السمبوسة ده هطلع اعمل خطين واوصل الحاجب. وانا برسم الحاجب ببص على الزاوية بتاعة الخط بتاع الحاجب، زاوية الميل بتاع الخط. البق عبارة عن خط مقوس وتحته خط تاني. والشيب العام بتاع العين هو شكل بيضاوي بسيط. زي ما احنا بصينا على الحواجب وشوفنا زاوية الميل بتاع الخط، برضو بنبص على الخطوط والزوايا بتاعتها في الرقبة، في الشعر. بيساعدني جدا جدا ان انا ابص على الفراغ، يعني ابص على المسافة اللي بين الشعر والحواجب. في مثلث كده باين من القورة بتاعتها، ابص عليه واقلده. ببص كمان على الزوايا اللي بتحدد الشعر من بره، خط مايل كده، خط مايل اكتر، خط مايل قوي، خط مايل مش قوي. وطبعا الخطوة الاولانية دي كلها بعملها بقلم خفيف قوي، او ببودرة فحم، او بفرشة وبودرة فحم، بحيث انها تكون سوفت جدا وخفيفة. بعد ما عملت الخطوة الأولانية دي ببدأ بقى أبني فوقيها. أحط الجفون بتاعة العين، أحط النني بتاع العين، أحط فتحة المناخير والكور اللي جوه المناخير. ولو في حاجات مميزة للشخص اللي قدامي بزودها، يعني هي مثلا عندها خط في نص المناخير باين، الضحكة بتاعتها بحاول أقلد بقى الشكل بالظبط اللي في الصورة عندي. لو الضحكة بتاعتها مايلة بميلها أنا أكتر زيادة. وطبعا بقى اخلي الموضوع مبسط شوية عشان انا عايزاه يبقى على شكل كرتوني اكتر، مش رياليستيك. ولو ما بيضحكش قوي ممكن ازود له انا ضحكة بسيطة. وحتى في مرحلة ان انا ببدأ احط التفاصيل دي ما بتقلش ايدي من اول مرة، لا، ببدأ خفيف، بعد كده اتقل شوية، بعد كده اتقل شوية، بعد كده اتقل شوية. ادور على الحاجات اللي ممكن تبين ان الشخصية دي هي دي بسهولة. مثلا لو في حسنة ازودها، لو في دقن احطها، لو في شعر شكل معين احاول احافظ على الشكل بتاع الشعر بتاعها. وهحاول اصغر جسمها، هنقل نفس الخطوط بالزوايا بتاعتها بس هعمل لهم سكيل اصغر شوية. ممكن بقى ابدا اتقل ايدي اكتر شوية، واعمل مكان للمعة وانني العين غامق جدا جدا جدا. واغمق النني حوالين اللمعة عشان اللمعة نفسها تكون شكلها ابيض. هتقل الايلاينر والرموش، واخلي الرموش مدببة عاملة زي المثلث كده او زي سلاكة السنان. وما بحطش الخطوط السوداء قوي دي الا في الاماكن اللي فعلا غامقة، يعني الايلاينر، النني، الحاجب، النقطتين بتوع المناخير، الخط اللي في النص اللي بيفصل الشفة اللي فوق عن الشفة اللي تحت. ازود الحسنات بتاعتها. وانا برسم دايما العينين خلوا بالكوا يكونوا على استقامة واحدة، دايما خلوا بالكوا ان العينتين يكونوا على استقامة واحدة، وان النني بتاع العين اليمين والشمال يكونوا قد بعض، لان ساعات ممكن يبقى نني اكبر شوية من نني. لو الوش باصص من الجنب قوي، العين اللي قريبة مني هتبقى اكبر. هنحاول طبعا، وهنحاول طبعا ما نحددش النني بتاع العين من تحت، لان هي مش حاطه كحل، هو بيبقى ابيض. وبننزل تحته بشويه نعمل خط الرموش، والرموش ما بتلمش نني العين، بتبقى تحتها بشويه. حواجب ما بسيبهاش خط كده واضح، لا، بعملها بخطوط مايله طبيعيه، خطوط موازيه جنب بعض. وببدأ برضو بدرجة خفيفة وابدأ اتقل اتقل اتقل. الباجز اللي بتبقى تحت العين دي ما بنتقلهاش قوي عشان الشخص ما يبقاش يعني شكله مش حلو. وانا بقى بفنش الرسمه ببدا ابص على عظمات الوش، عظمه الخد بارزه ولا لا، عظمه الدقن بارزه ولا لا، الجو لاين حاد قوي ولا مدور. لو انا عملته في الاول مربع قوي ابدا اعمل له كيرف. يعني مثلا الزاويه بتاعت كتفها لناحيه الشمال طالعه لفوق، لكن الزاويه بتاعت كتفها لناحيه اليمين نزل لتحت. دايما ممسكش في اي خطوة انا عملتها، ابقى عندي مرونة ان انا اعدل فيها في الخطوة اللي بعد كده. ممكن اكبر الحلق واهتم بيه، لانه هو هيبقى حلو في السلوات بتاع الرسمة كلها ككل من بره.
والشعر أنا تقريبا برسم مثلثات معوجة شوية من برا، وبمشي بهاتشنج بسيط بخطوط موازية على كل الشعر عشان اديله درجة أغمق من الوش. في حسنة كمان هنا تحت. الشعر عبارة عن خطوط منحنية متوصلة، كل خط متوصل بالتاني، ومن بره بقى بومبيهات كده عشوائية وطبيعية، وبنديله تون عام أغمق بس من درجة الوش بهاتشنج خطوط موازية جنب بعض. وما ننساش الودن هي تحت الشعر. وانا بعمل الهاتشنج ده احاول اخلي ايديا ضغطتها واحدة، التون واحد، يعني مش خطوط غامقة وخطوط فاتحة، لا كلهم نفس التون، والسمك بتاع الخط واحد، مش خطوط تخينة وخطوط رفيعة، لا احاول على قد ما اقدر في الاول يبقوا كلهم زي بعض. وبعدين بتعامل مع الشعر ككتلة منحوتة زي الكورة او الصلصال، هي كتلة عامة. ببدأ بقى احط اماكن اغمق شوية علشان ابين ان في دوران في الحتة دي بتلمع، الحتة دي اغمق شوية. ابدأ اخلي كمان الحدود من بره عشوائية اكتر، اطلع شعريات، وممكن في الاخر بلون ابيض كده اعمل شعرات بالابيض. هو عامة الاضاءة جاية من الناحية الشمال، فالشعر من الناحية الشمال بيلمع، لكن الشعر ناحية اليمين غامق. كل الشعر ناحية اليمين ده يعتبر جزء من الظل، فأي مكان أنا عايزاه يكون بيلمع بغمق جنبه من هنا وجنبه من هنا، فاللي في النص بيبقى بيلمع. حتى الشعراية بخليها غامقة من أولها وغامقة من آخرها، وفي النص فيها أبيض أو في النص بتلمع. الشعراية والشعراية جنب الشعراية يعملوا خصلة كبيرة برضه عشان أبين إنها بتلمع، بغمقها من فوق ومن تحت وأسيب اللي في النص أفتح سنة. طبعا بعمل سكتش، فبعمل هاتشنج سريع جدا 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 عشان بس ابين الفرق بين التون بتاع الشعر بتاع الوش. لكن لو انا برسم بقى لوحة، لا هبدأ اركز اكتر من كده واهتم بدراسة الملامس بتاعت الشعر اكتر. لو انا برسم على ورق رصاصي سواء ديجيتال او عادي، بيبقى عندي مساحة ان انا ابدأ اعمل لمعات بالقلم الابيض، ممكن قلم فحم ابيض، قلم سوفت باستل، قلم جل. اللمعات البيضة دي بتدي جمال للرسمة، بس طبعا السر بتاعها دايما بنقول انها تكون قليلة، يعني مزودش فيها، مزودش، اعمل نقط بسيطة تقول المعلومة بس ان الحتة دي فيها لسعة اضاءة. وطبعا في الخلفية اقدر استغل الابيض ده في ان انا ابرز، لو في مكان غامق حطيت وراه ابيض بيبان باين اكتر وظاهر، يبقى فيه كونتراست. لو في مكان انا عايزه ابينه فاتح بغمق الخلفيه اللي وراه، بخليه مثلا رصاصي ولا حاجه، فيبقى الحته دي في البورتريه افتح. بحاول ابص بصه سريعه في الهايلايتس اللي في العينين، اللمعه بتاعه الحلق، الجلوس بتاع الروج اللي هي حطاه. وانا بستخدم دايما الابيض اخلي بالي ان ما يبقاش تحته اسود، لانه لما الابيض بيتحط على اسود بيعمل لون رصاصي مغير كده، ما بيبقاش احسن حاجه. فلو انا عايزه مكان احط فيه لمعه يستحسن امسح تحته بالاول، بكده احط الابيض. ممكن عشان نمسح في الحقيقه نستخدم استيكه قلم او استيكه مونو زيرو، وبعدين نستخدم الابيض بقى او الخطوط دي. ممكن ازود الابيض في الرموش، في الحواجب، في الشعر، عشان اعمل الشعرات اللي بتلمع. ولو انا عايزه اعمل جلو في الوش، ممكن اجيب بودرة فحم بيضة موجودة في المكتبات عادي. انا بحب التأثير بتاع الفريم الابيض ده، فهزوده على كل رسمة عشان يبقى شكلها مدي على ستيكر كده كرتوني. وهسرع الجزء ده. بس انا كده خلصت. ممكن بقى ابدا احط الجلو اللي انا قلت لكم عليه ده ببودرة الفحم البيضاء. ولو في اماكن عايزه اغمق اكتر، ابدا اجيب القلم الاسود وازودها شويه تعديلات. بالنسبه لي سكتش، فانا مش هحسوك فيها قوي زياده عن اللزوم برضو. ودي الخطوات اللي انا دايما بستخدمها في كل رسوماتي. لو حابين المره الجايه اشرح على صوره بتاعتكم ابعتوها لي، انا هتلاقوا الاكونتات بتاعتي حاطه لكم في الديسكريبشن بوكس. ولو عايزين تاخدوا كورس متخصص في البورتريه سواء بالفحم رياليستيك او ديجيتال، وازاي تعملوا بورتريه ستايلايزد، اكتبولي مهتم في الكومنتات وابعتلكوا تفاصيل الورك شوبس بتاعتي. بس نختم بقى ونقول انت مش محتاج تكون فنان فظيع قوي عشان تكون فنان فظيع قوي.